أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتعمق فيها في موضوع شاغل العالم كله، الذكاء الاصطناعي. بنسمع الكلمة دي في كل حتة لدرجة إنها بقت عاملة زي الضوضاء. لكن ورا الضوضاء دي في موجة حقيقية بتغير شكل الاقتصاد وفرص الشغل والاستثمار، والمنطقة العربية في قلب التغيير ده. النهاردة معانا مجموعة مصادر متنوعة جدا بتجاوب على سؤال واحد مهم: إزاي أستفيد؟ معانا دليل عملي لبدء شركة استشارات، وتقارير عن وظائف ورواتب بصراحة أرقامها خيالية، وكمان قوائم بأفضل الكورسات المجانية المتاحة أونلاين، وأفكار لمشاريع وفرص استثمارية. مهمتنا نفصص المصادر دي ونطلع بخريطة طريق واضحة. والموضوع ده أهميته مش في التكنولوجيا نفسها على فكرة، لكن في الفجوة اللي موجودة دلوقتي، الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة وبين معرفة الشركات والأفراد إزاي يستخدموها. الفجوة دي هي الفرصة. المصادر اللي معانا بتشير لتوقعات إن حجم استثمارات الذكاء الاصطناعي هيوصل ل 200 مليار دولار عالمياً بحلول 2025. ده مش مجرد رقم، ده بيقول إننا بنتكلم عن اقتصاد كامل بيتشكل قدام عينينا، واللي هيبدأ النهاردة هيكون في مكان مختلف تماماً بكرة. بالظبط. وده بيخلي السؤال مش هل الذكاء الاصطناعي مهم؟ لا، السؤال بقى إزاي ممكن أي شخص سواء طالب أو موظف أو رائد أعمال يلاقي مكانه في الاقتصاد الجديد ده ويستفيد منه. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. أوكي، خلينا نبدأ من أكتر نقطة الناس بتتكلم فيها: الفرص. المصادر بتتكلم عن مسارين أساسيين، يا إما تشتغل في شركة أو تكون استشاري. بالنسبة للاستشارات، دليل AI Consulting Guide بيوصف السوق كأنه فيه فراغ ضخم في النص، فوق فيه الشركات العملاقة اللي بتدفع ملايين لشركات زي ماكنزي، وتحت فيه الشركات الصغيرة اللي مش عارفة تبدأ منين. والفراغ ده هو اللي فيه كنز. الدليل بيركز على الشريحة الوسطى من الشركات اللي فيها مثلا من 10 ل 500 موظف. الشركات دي مش عايشة في عالم النظريات والخطط الاستراتيجية اللي بتاخد شهور. مشاكلهم عملية جدا ومحتاجين حلول سريعة. يعني مدير التسويق عايز يعرف ايه اكتر اعلان بيجيب نتائج، مدير المصنع عايز يقلل اعطار المكن. وهنا بتيجي قيمة المستشار الجديد اللي قوته مش في شهادة علوم الكمبيوتر، لكن في فهمه العميق لمجال معين. يعني محامي بيفهم في الذكاء الاصطناعي، أو صاحب مطعم بيعرف ازاي يستخدمه عشان يحلل طلبات الزباين. المزيج ده نادر جدا وقيمته لا تقدر بثمن. يعني الخبرة في المجال نفسه أهم من الخبرة التقنية البحتة. وده بيخليني أفكر في المسار التاني: الوظائف. أنا قريت في مقال العربي الجديد أرقام رواتب بصراحة بتخض. بنتكلم عن مهندس ذكاء اصطناعي متوسط راتبه 131 ألف دولار، ومدير تقني بيوصل ل 200 ألف دولار سنوياً. دي أرقام بتغير حياة، بس بتحسس الواحدة إنها بعيدة، إنها محتاجة عباقرة برمجة. ده سؤال مهم جدا، والمصادر بتورينا مفاجأة هنا. صحيح المناصب دي مرتباتها ضخمة، لكن تقرير أرقام بيقول إن الطلب الأكبر والأوسع حالياً مش على المبرمج الخارق، لا، على وظيفة اسمها عالم البيانات أو الديتا ساينتست. وده بيغير اللعبة تماماً. ليه؟ لأن الشركات فجأة لقت نفسها غرقانة في بحر من البيانات اللي بتنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي. هي مش محتاجة حد يكتب كوده بس، هي محتاجة حد يغوص في البيانات دي ويطلع منها بمعنى، حد يفهم البيزنس ويسأل الأسئلة الصح. وهنا الصورة بتبدأ توضح. يعني لما مقال كليك اب يقترح فكرة مشروع أنظمة صيانة تنبؤية للمصانع، اللي بيعمل ده هو عالم البيانات. بالظبط، الوظيفة والفكرة التجارية هم وجهين لعملة واحدة. الشركة مش بتعين عالم بيانات كمنصب وخلاص، هي بتعينه عشان يحللها مشكلة الصيانة التنبؤية دي. هي عايزة الشخص اللي هيوفر عليها ملايين الدولارات اللي بتضيع في أعطال الآلات المفاجئة. فالمهارة هنا مش بس تحليل أرقام، دي قدرة على تحويل البيانات لفلوس. وده بيفتح الباب لناس من خلفيات متنوعة جدا زي التمويل والتسويق. وحتى مجال الفضاء. فعلا. وحتى الفضاء. وده بيربطنا بشكل مباشر بالمنطقة بتاعتنا. نفس مقال العربي الجديد ذكر إن مهندس البترول لسه من أعلى الوظائف أجراً في الخليج، بمتوسط راتب حوالي 128 ألف دولار. في الأول ممكن تشوفي ده خبر منفصل، لكن لو ربطناه بالكلام اللي بنقوله الصورة بتبقى أوضح. الفرصة الحقيقية مش في إنك تسيب مجال البترول وتروح للتكنولوجيا، لأ، لكن في إنك تكون مهندس البترول اللي بيفهم في علم البيانات. تخيلي حجم الكفاءة اللي ممكن تتحقق من تحليل بيانات حقول البترول بالذكاء الاصطناعي.
ده دمج بيخلق قيمة استثنائية. كل الفرص دي سواء استشارات أو وظائف برواتب خيالية بتشترك في حاجة واحدة، إنها محتاجة مهارات معينة. وده بيخلي أي حد بيسمعنا يسأل نفسه، أنا ما عنديش المهارات دي، هل القطر فاتني خلاص؟ المصادر اللي معانا بتقول لأ، والبداية ممكن تكون أسهل وأرخص مما نتخيل. نقطة الخوف من القطر فاتني دي حقيقية جدا، لكن المصادر بتقدم خريطة طريق واضحة ومناسبة لكل واحد. مقال بيرسمايند بيقدم قائمة ممتازة بالدورات المجانية في 2025، والمثير للاهتمام إنها مش مقاس واحد للكل، في أبواب مختلفة تقدر تدخل منها حسب خلفيتك. زي إيه بالظبط؟ مثلا لو حد بيبدأ من الصفر تماما، ما عندوش أي خلفية تقنية، في دورة زي Elements of AI من جامعة هلسنكي. الدورة دي معمولة عشان تشرح المفاهيم الأساسية بلغة بسيطة جدا، وجوجل كمان بتقدم دورات تمهيدية ممتازة. الباب ده مفتوح للجميع. طيب لو حد عنده خلفية بسيطة في البرمجة، هنا ممكن يدخل من باب تاني أعمق شوية. المقال بيقترح دورة جامعة هارفارد الشهيرة CS50's Introduction to AI with Python. دي بتدخل في تفاصيل تقنية أكتر وبتخليك تبني مشاريع بسيطة بإيدك. لكن في باب تالت مهم جدا، وهو باب غير التقنيين. لو مدير أو رائد أعمال عايز يفهم إزاي يستغل الذكاء الاصطناعي في شركته من غير ما يكتب سطر كود واحد، في دورة اسمها AI for Everyone بيقدمها أندرو نيج، واحد من أهم رواد المجال. الدورة دي مش بتعلمك إزاي، بتعلمك ليه وإيه الممكن، بتديك طريقة تفكير استراتيجية. لكن وسط كل الكورسات والشهادات دي، دليل الاستشارات AI Consulting Guide بيقول حاجة لفتت نظري جداً. بيقول إن أسرع وأفضل طريقة للتعلم مش المحاضرات، لكن التعلم بالتطبيق. ودي يمكن أهم نصيحة في كل المصادر. الشهادات مهمة للسيرة الذاتية، لكن اللي بيجيب شغل وفلوس هو الخبرة العملية. التعلم بالتطبيق معناه إنك تبدأ تبني حاجات بسيطة جداً. اعمل أداة صغيرة لنفسك عشان تنظم إيميلاتك. اتكلم مع صاحب شركة صغيرة تعرفه وافهم مشاكله وحاول تبني له حل بسيط. انضم لمجتمعات المطورين أونلاين. التطبيق العملي بيحول المعلومات اللي في دماغك لمهارة حقيقية تقدر تبيعها. ولو هنتكلم عن الجانب التقني، مقال على بكا للتعليم بيوضح إن لغة بايثون هي المسيطرة على المجال. ليه بايثون بالذات؟ لسببين رئيسيين: سهولتها النسبية، والأهم هو مجتمعها الضخم. بايثون عاملة زي ما تكون بتبني بقطع ليجو. بدل ما تبني كل حاجة من الصفر، في آلاف المكتبات الجاهزة اللي عملها مطورين تانيين، واللي بتخليك تعمل حاجات معقدة جدا بأسطر كود قليلة. لكن المصدر بيوضح إنها مش اللغة الوحيدة. لو بتعمل لعبة محتاجة سرعة فائقة أو بتبرمج روبوت، لغات زي C++ وجافا ممكن تكون أفضل. كل أداة وليها استخدامها. نفس المصدر ده شرح نقطة حسيت إنها أساسية جداً، الفرق بين البرمجة العادية والذكاء الاصطناعي. الشرح كان بسيط وممتاز. بالظبط. البرمجة التقليدية زي ما تكون بتدي الشيف وصفة أكل مفصلة جدا: حط 100 جرام دقيق، بعدين 50 ملي حليب، وقلب لمدة دقيقتين. الشيف بينفذ الأوامر بالحرف. أما الذكاء الاصطناعي فأنت مش بتديله وصفة، أنت بتخليه يدوق 1000 طبق مختلف عملهم شيفات تانيين. دي البيانات، وهو لوحده بيبدأ يتعلم الأنماط ويفهم إيه اللي بيخلي الأكل طعمه حلو. بعدها بيقدر يخترع أطباق جديدة بنفسه. دي نقلة نوعية في طريقة التفكير. والجميل إن الاهتمام بالتعلم ده مش مجرد كلام على الإنترنت. دليل مركز القمة المتقدمة للتدريب بيورينا إزاي ده بيترجم على أرض الواقع في المنطقة، وتحديداً في السعودية كجزء من رؤية 2030. بنتكلم عن جهات زي سادية اللي بتقدم برامج ودبلومات متخصصة. ده معناه إن البنية التحتية التعليمية بدأت تتشكل لدعم اللي عايزين يدخلوا المجال ده بشكل جاد. أوكي، لنفترض إن شخص اتبع المسار ده، اتعلم وطبق وبنى خبرة عملية. السؤال الطبيعي اللي بعده هو: إزاي أحول المهارات دي لمشروع تجاري مربح؟ التعلم بالتطبيق شيء، والربح من التطبيق شيء تاني خالص. وهنا مقال كليكاب بيقدم أفكار ملهمة جدا، بيقسمها حسب نوع العميل، أفراد أو شركات. بالنسبة للأفراد، تخيل تطبيق بيعمل لك خطة لياقة وتغذية مخصصة ليك أنت بس، بتتغير كل يوم حسب نومك ومجهودك، أو نظام تعليمي بيتأقلم مع طريقة فهم ابنك للمعلومات. لو بيفهم بالصور يشرح له بالصور، لو بالأمثلة يديله أمثلة. والأفكار الموجهة للشركات بحس إن فيها فرص أكبر. المقال ذكر فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، ودي حسيتها عبقرية جدا.
تخيل نظام بيحلل صور الأقمار الصناعية وبيانات التربة والطقس عشان يقول للمزارع اسقي المنطقة دي بكرة الصبح بكمية مية كذا ورش سماد في الحتة دي بعد أسبوع. ده بيزود المحصول وبيوفر موارد بشكل ضخم. وفي أفكار تانية زي أدوات الكشف عن الاحتيال المالي في البنوك. لكن كل الأفكار دي عظيمة، بس ممكن تكون مخيفة للي بيبدأ. بحس إن الواحد ممكن يتوه. وده بالظبط اللي دليل الاستشارات بيحذر منه. بيقول إن أكبر غلطة بيقع فيها المبتدئين هو إنهم بيحاولوا يساعدوا كل الناس. جملة أنا بساعد الشركات تطبق الذكاء الاصطناعي جملة عامة وفاشلة تسويقياً. مفيش شركة هتحس إنك بتكلمها هي. النصيحة الذهبية هي تخصص ثم تخصص ثم تخصص. بدل الجملة دي قول أنا بساعد العيادات الطبية الصغيرة اللي عندها من 5 ل 10 دكاترة وعندها مشكلة في تنظيم مواعيد المرضى باستخدام حلول ذكية بتوفر عليهم 10 ساعات شغل في الأسبوع. واو، الفرق شاسع. الجملة التانية دي محددة جدا وبتوصف قيمة واضحة. بالظبط، لأنك لما تبقى محدد بيبقى سهل جدا تلاقي عملائك وتكلمهم بلغتهم، والعميل بيحس إنك الوحيد في العالم اللي فاهم مشكلته. ونقطة تانية مهمة من نفس الدليل هي التسعير. بينصح بشدة لا تسعر بالساعة. التسعير بالساعة بيقلل من قيمتك وبيخليك كأنك موظف مؤقت. الأهم إنه بيعاقبك كل ما بقيت أسرع. الصح هو التسعير بناء على القيمة اللي بتقدمها. لو الحل بتاعك هيوفر على العيادة دي $50,000 في السنة، يبقى سعر $10,000 للمشروع منطقي جدا ومقبول. هم مش بيشتروا وقتك، هم بيشتروا النتيجة. والنتائج دي ممكن تكون ضخمة. مجلة رواد الأعمال نشرت قصة نجاح الشاب الأمريكي زاكي يدجاري. القصة دي لازم نقف عندها شوية. فعلا، شاب عمره 18 سنة بيحقق 1.4 مليون دولار. مش في السنة، في الشهر. لحظة واحدة، 18 سنة وبيعمل $1,400,000 في الشهر؟ ده رقم بيخلي الواحدة تعيد حساباتها في كل حاجة. إيه اللي شاب في السن ده ممكن يشوفه حد أكبر منه مش شايفه؟ أعتقد السر هنا مش في الفلوس بس، لكن في طريقة التفكير. جيل جديد نشأ مع الأدوات دي، فبيفكر بيها بشكل فطري. ممكن المشكلة اللي حلها تبان تافهة لجيل أكبر، لكنها مشكلة حقيقية لجيله. القصة دي بتقول لنا إن الأبواب مفتوحة للكل، وإن السن مش عائق، بل ممكن يكون ميزة. الأفكار الجديدة غالباً بتيجي من العيون الجديدة. أوكي، بناء مشروع بياخد وقت ومجهود كبير، لكن إيه الحل اللي شايف كل ده وبيقول أنا مؤمن بالمستقبل ده وعايز أشارك فيه، بس مش عايز أبني شركة بنفسي، أنا عايز أستثمر فلوسي بس؟ وده مسار رابع وواقعي جدا، ومقال على 3arabic.ai بيلخصه بشكل ممتاز. في كذا مستوى للمخاطرة. أبسط طريقة هي شراء أسهم فردية في الشركات الكبيرة اللي بتقود المجال، زي شركة انفيديا اللي بتصنع الرقائق الإلكترونية اللي هي بمثابة العقل والقلب لكل أنظمة الذكاء الاصطناعي دلوقتي، أو شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل. بس دي مخاطرة عالية. لو شركة منهم حصل لها مشكلة الاستثمار كله بيتأثر. صحيح. وهنا بتيجي الطريقة التانية، وهي الصناديق المتداولة في البورصة أو ال ETFs. دي طريقة ممتازة لتوزيع المخاطر. بدل ما تراهن على حصان واحد، انت بتراهن على سباق الخيل كله. الصندوق بيستثمر في سلة كبيرة من شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. المقال بيذكر مثال زي صندوق بوتس. لو شركة منهم وقعت، بقية الشركات في السلة بتشيل الاستثمار. دي طريقة للاستفادة من نمو القطاع ككل بأقل مخاطرة ممكنة. والنوع الثالث هو الأعلى مخاطرة طبعاً، وهو الاستثمار في الشركات الناشئة. بالظبط، دي مخاطرة عالية جدا، لأن معظم الشركات الناشئة بتفشل. لكن لو شركة واحدة بس نجحت، ممكن تحقق إرباح خيالية. وده بيربطنا بشكل مباشر باللي بيحصل في منطقتنا. تأسيس شركة MGX الاستثمارية في الإمارات سنة 2024 هو حدث ضخم. دي مش مجرد شركة، دي كيان استثماري أسسته حكومة أبو ظبي عشان يركز حصرياً على الذكاء الاصطناعي، وبيستهدف إدارة أصول توصل ل$100 مليار. لما تشوف الحكومات والفلوس الذكية بتتحرك بالحجم ده في اتجاه معين، ده بيبقى مؤشر قوي جدا إن ده مش مجرد ترند، ده تحول اقتصادي حقيقي. إذن لو هنلاحظ الرحلة اللي خدناها في المصادر دي، هنلاقي إن في 4 مسارات واضحة جدا قدام أي حد عايز يدخل عالم الذكاء الاصطناعي. مسار التعلم وبناء المهارات اللي بقى متاح للكل ومجاني في أحيان كتير. مسار الوظيفة ذات الراتب المرتفع، وشفنا إن الفرصة الأكبر
ممكن تكون في علم البيانات مش بس البرمجة. مسار ريادة الأعمال وسر النجاح فيه هو التخصص الشديد وتقديم قيمة حقيقية. وأخيراً، مسار الاستثمار المالي للي عايز يشارك في النمو ده. وفي النهاية لازم نرجع لنقطة مهمة جدا ذكرها دليل الاستشارات. الفترة الحالية في 2025 هي فترة فريدة. الفجوة المعرفية بين اللي التكنولوجيا تقدر تعمله وبين اللي الشركات فعلا بتعرف تعمله لسه موجودة وكبيرة. الفرصة متاحة لكل اللي هيبدأ دلوقتي يستغل الفجوة دي ويقدم قيمة. مع الوقت الأدوات هتبقى أسهل والشركات هتتعلم وتطور قدراتها الداخلية، فسوق الاستشارات البحتة بالشكل الحالي هيقل. بمعنى تاني، إن فيفا دي مفتوحة على مصراعيها دلوقتي، لكنها مش هتفضل مفتوحة للأبد بنفس الشكل. وده بيخليني أفكر في سؤال أخير نسيبه للمستمع. بعد كل اللي سمعناه عن قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام التحليلية والكتابية وحتى البرمجية، ده بيخلينا نسأل: إيه هي المهارة الإنسانية البحتة اللي قيمتها هتزيد بشكل استثنائي في العقد الجاي؟ هل هي الإبداع الفني اللي محدش يقدر يقلده؟ أم الذكاء العاطفي والقدرة على فهم البشر والتواصل معاهم؟ أم القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة والعميقة اللي بتوجه الآلة؟ سؤال يستحق التفكير.